ايه احساسك لو في يوم صحيت من النوم وشغلت تسجيل صوتي كنت عامله وانت نايم، وفجأة تسمع صوت حد بيهمس باسمك، والمصيبة ان الشخص ده مات من سنين طويلة؟ هل الارواح فعلا بتحاول تتواصل معانا ولا في كائنات تانية بتلعب بعقولنا؟ انا فيروز فؤاد، والنهاردة هفتح لكم بوابة من اخطر البوابات اللي عرفها الانسان، ظاهرة ال EVP أو ظاهرة الصوت الإلكتروني. اللي داخل الحلقة دي لازم يكون قلبه جامد جدا، لأنك ممكن تطلع منها وانت مش لوحدك. أكيد شفت قبل كده أفلام رعب عن بيوت مسكونة وناس بتحاول تسجل أصوات أشباح، بس اللي يمكن ما يعرفوش ناس كتير إن الفكرة دي مش خيال مؤلف، ده في ظاهرة حقيقية اسمها ال EVP، ظاهرة تسجيل أصوات الأرواح على الأجهزة العادية. Is there somebody there? ناس كتير من أنحاء العالم بيحكوا إنهم سجلوا حاجات مش طبيعية، أصوات همسات، جمل مش مفهومة، أو حتى نداءات مباشرة. بس هل دي فعلا أرواح ناس ماتت ولا في تفسير تاني أظلم من كده بكتير؟ في الخمسينات كان في مصور أمريكي اسمه أتيلا فونزلاي عمل تجربة بسيطة، ركب ميكروفون في أوضة مقفولة وسجل الصوت، وبعد ما رجع يسمع التسجيل لقى أصوات غريبة، جمل زي ده هو وعيد سعيد للجميع. يعني إيه؟ الأرواح بتعيد علينا ولا في حد بيراقبنا؟ وبعدها بأيام واحد اسمه يو كارسون كان بيسجل صوت عصافير في الغابة، ولما سمع الشريط لقى صوت والده المتوفي بيتكلم معاه، ولما ركز أكتر لقى صوت مراته اللي ماتت بتنادي عليه بالاسم. طب ما دام الأرواح بتتكلم ليه مش بنتكلم معاها وجها لوجه؟ العلم بيقول إن العالم الآخر له قوانين فيزيائية تانية، وإحنا سمعنا محدود من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز بس، يعني ممكن يكون في حاجات حوالينا بتتكلم بس احنا مش سامعينها، زي ما الحيوانات بتسمع حاجات احنا ما نقدرش نسمعها. وده بيخلينا نسأل سؤال مرعب، هل في كائنات بتتلاعب بينا؟ في ناس بتقول ان اللي بنسجله ده مش صوت أرواح بشر ماتت، ده ممكن تكون كائنات تانية، جن، شياطين، مخلوقات من بعد موازي بتستغل الأجهزة دي علشان تخترق عالمنا. والمصيبة الأكبر لما الأصوات دي تبدأ تتفاعل معاك بشكل مباشر، تجاوب على أسئلتك وتعرف تفاصيل عنك، وساعتها مش هتعرف انت بتتعامل مع ايه بالظبط. في ناس مؤمنة ان دي أرواح حقيقية بتحاول توصل لنا رسائل من عالم البرزخ، وبيقولوا ان الأجهزة دي بتفتح نافذة صغيرة على عالم تاني، عالم الأرواح. لكن في ناس تانية ليها رأي مخيف أكتر، بيقولوا اللي بيرد عليك مش روح ميت، ده جن بيحاول يوصل لك صوته، وإنه ممكن يقلد صوت أمك، أبوك، أو حد بتحبه علشان يخدعك، ومرة ورا التانية يسيطر على عقلك. الجزء بقى الأكتر رعب إن بعض الناس لما قرروا التجربة بقوا يسمعوا نفس الصوت في كل تسجيل، الصوت بقى يحكي لهم عن حياتهم، أسرارهم، ويطلب منهم حاجات لحد ما حياتهم بقت كابوس، وبدأوا يسمعوا الأصوات حتى من غير تسجيل. طب ازاي ده بيحصل؟ وهل فعلا ممكن نسمعهم؟ العلم بيقول ان ودن الانسان بتسمع في حدود معينة، لكن في اصوات تانية بتتسجل خارج النطاق ده احنا ما بنسمعهاش، بس الاجهزة بتلقطها. وعلشان كده الناس بتسجل في اماكن مهجورة او مقابر او بيوت يقال انها مسكونة، بس اوقات الصوت بيظهر حتى في اماكن عادية، اوضة نومك، الصالة، المطبخ. ناس كتير جربت تسجل وسمعوا ما تسيبنيش هنا، انا بردان. هو جه في الدين الإسلامي في حاجة اسمها البرزخ، محطة الأرواح قبل يوم القيامة، يعني الأرواح مش مفروض ترجع لعالمنا، لكن وجود الجن بيخلي التفسير ده مفتوح. مين قال إن اللي بنسمعه في التسجيلات روح ميت؟ ممكن يكون جن أو حتى كائن تاني بيقلد صوت اللي بتحبه. في حالات اتسجلت فعلا وساعدت في كشف جرائم قتل. واحد سأل في تسجيل مين قتلك؟ جاله الصوت جوزيف روتن، والمفاجأة الراجل ده اتقبض عليه بعدها بشهر فعلا بتهمة قتل الضحية اللي سألوا عنها. وفي حالة تانية الصوت قال روزي دار ساين، وتاني يوم الشرطة عرفت ان ده اسم القاتل الحقيقي. يعني في بعض الحالات الأرواح فعلا بتتكلم. لو قلبك جامد وعايز تجرب هقولك الطريق، هات مسجل صوت حديث أو حتى موبايلك، اختار مكان هادي بس إياك تسجل في أوضتك، شغل التسجيل واسأل أسئلة زي في حد معايا أو أنت مين، وسيب فواصل بين الأسئلة، وبعدها اسمع التسجيل كويس جدا، بس خليك مستعد لأنك ممكن تسمع حاجة ما ينفعش تتسمع. في علماء بيقولوا
بيقولوا إن دي مجرد باريدوليا، يعني العقل بيخلق معاني من العشوائيات، زي لما تبص للبقعة على الحيطة وتحس إنها وش بني آدم. بس هل فعلا كل الناس سجلوا الأصوات دي بيتخيلوا، ولا في حاجة أكبر وأخطر بتحصل حوالينا؟ في ناس جربت وتبدل حالها للأبد، وفي اللي سمع أصوات وفضل بعدها طول عمره مش قادر ينام. السؤال دلوقتي، هل تجرؤ إنك تجرب بنفسك وتشغل تسجيل في نص الليل وإنت لوحدك؟ ولو سمعت همسة أو اسمك بصوت غريب، هتكمل ولا هتجري؟ أنا فيروز فؤاد، وسؤالي ليك، لو فتحت باب العالم الآخر، هل هتعرف تقفله تاني؟